ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العجة المصرية، وهنتعلم مع بعض كل الاسرار اللي هتخلي طعمها جميل وهيعجبكم قوي. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشرفوني وتشتركوا في القناة. زي ما انتم شايفين معايا دي المكونات اللي هنعمل منها صينية العجة، كلها خضروات جميلة ومفيدة جدا لأجسامنا، مليانة فيتامينات ومعادن، وكمان هنستخدم البيض المليان بالبروتين. ودلوقتي هنشوف مع بعض المقادير. عندنا 2 بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، والبصل هيدي طعم مسكر وجميل جدا للعجة. عندنا كمان فلفل أخضر متقطع مكعبات صغيرة، وكمان فصين من الثوم المفروم هيدوا طعم حلو قوي للعجة. مش عاوزين اكتر من كده علشان الطعم ما يبقاش حاد جدا معايا، انا عايزه الطعم يبقى مظبوط. لو حابين تستخدموا قرون من الفلفل الحار هتدي طعم حلو قوي. وعندنا طماطم متقطعه مكعبات صغيره، عندنا كمان خضره، هنستخدم بقدونس وكزبره خضراء وشبت. وتحطوا الكميه اللي انتوا عاوزينها، لو عاوزين تحطوا اكتر من الكميه دي حاجه ترجع لكم. وموجود معايا نص كوبايه من الدقيق، وكميه الدقيق ممكن تتغير حسب ما احنا عاوزين القوام بتاع الخليط بتاعنا. عندنا كمان معلقه كبيره من الخل، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنستخدم 2 معلقه كبيره من الصلصه. انا استخدمت كيس من الصلصه الجاهزه. عندنا كمان مجموعه من التوابل، هنستخدم ملح وكمون وفلفل اسود، كزبره ناشفه. وعلشان مفيش عندي دلوقتي قرون من الفلفل الحار هستخدم شطة، والشطة هتضيفوا الكمية حسب ما انتوا عاوزين. اخر حاجة معانا وهي البيض، هنحتاج من 5 ل6 بيضات. انا عارفة الكل دلوقتي بيقول ان البيض غالي، وصفة النهاردة ممكن تكفي من 5 ل6 افراد، يعني وجبة كبيرة. لو عاوزين تستخدموا عدد اقل من البيض مفيش مشكلة، هتعملوا العدد اللي انتوا عاوزينه، بس هتقللوا من نسبة الخضروات اللي قدامكم دلوقتي علشان تطلع الوصفة مظبوطة معاكم. ودلوقتي خلصنا المقادير، هنشوف مع بعض الطريقة. بس اعذروني يا حبايبي علشان صوتي تعبان شوية النهاردة. أول حاجة هنعملها هنحط زيت مع سمنة على النار، وهنضيف البصل المتقطع مكعبات، وهنبتدي نشوح البصل. مش عايزين لونه يحمر، عايزين نشوح فيه لغاية ما يبقى لونه أصفر كده شفاف. الأكلات دي يا جماعة من الأكلات الحلوة جدا والمغذية. أمهاتنا وجداتنا زمان كانوا بيعملوها دايما في بيوتهم. ياريت نرجع للأكلات الجميلة دي، خاصة في ظل الظروف اللي انتوا شايفينها. ظروف بقت صعبة جدا، ولازم دايما ست البيت تشغل دماغها وتفكر في حاجات اقتصادية، تفكر في أي بدايل تانية علشان خاطر نعدي الفترة دي إن شاء الله على خير. ودلوقتي هنضيف مع بعض الفلفل والثوم المفروم، هنقلب مع بعض لغاية ما الثوم يصفر. وبعدين هنبتدي نضيف الطماطم المكعبات، نقلب فيها كويس. ودلوقتي هنضيف مع بعض الصلصة. اللي عاوز يستغنى عن الصلصة براحته، بس هي بتدي طعم جميل جدا في وصفة النهاردة. أنا ضفت كيس بس من الصلصة، مش عاوزين أكتر من كده. هنقلب مع بعض الخليط، وهنسيب الطماطم على النار لغاية ما تدبل شوية، وهوريكم شكلها بعد ما اتسبكت شوية زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هنضيف مع بعض الملح والفلفل والكزبرة الناشفة والكمون، ضفنا كمان الشطة. هنقلب مع بعض علشان نوزع التوابل في كل مكان. دلوقتي هطفي النار، مهمة جدا الخطوة دي. لازم نسيب الخليط اللي قدامنا يبرد تماما قبل ما نضيف له البيض. بعد ما اتأكدنا ان الخليط برد تماما
هنجيب البيض الموجود عندنا نبدأ نضربه كويس. ودلوقتي هنضيف له معلقة من الخل ورشة من الملح، ونخلي بالنا منزودش الملح علشان احنا ضفنا ملح للخضار اللي كانت موجودة على النار. وده شكل الخليط بعد ما برد تماما، ريحته حلوة جدا. دلوقتي انا هاخد البيض وهضيفه للخليط وابتدي اقلب كويس زي ما انتوا شايفين. التقليب المستمر بالشكل ده هيدخل الهواء في الوصفة بتاعتنا ويخليها تطلع هشة معانا. دلوقتي هنضيف الدقيق وهنضيف كمان البيكنج باودر. والبيكنج باودر انا بستخدمه كمادة رافعة علشان العجة ما تطلعش مكتومة معانا. هنقلب الخليط زي ما انتوا شايفين، ونحاول مع التقليب اننا نتخلص من اي تكتلات للدقيق. الضرب المستمر هيخلي العجينة زي ما انتوا شايفين متجانسة معانا. ودلوقتي هنضيف الخضرة. على فكرة ممكن تضاعفوا كمية الخضرة، الناس اللي بتحب اللون الأخضر بزيادة في العجة بتدي طعم جميل للعجة. قلبنا كويس. أنا حاسة إن الخليط سايل معايا شوية، علشان كده هضيف حبة دقيق كمان. ضفت معلقة كبيرة هرمية وهكمل تقليب. كمية الدقيق اللي هتضيفوها ده حسب احتياجكم. لو لقيتوها سايلة معاكم أكتر من اللازم هتضيفوا دقيق، لكن ياريت ما تضيفوش دقيق أكتر من اللازم. لازم العجينة كده تبقى زي عجينة الكيك، علشان لو زودتوا الدقيق تطلع كده مكتومة معاكم، مش هتبقى خفيفة، وكمان ممكن تطلع معجنة ومش مستوية كويس من جوه. هنجهز صينية وقالب وهندهنه كويس بالزيت، وهنبتدي نصب الخليط زي ما انتوا شايفين القوام بتاع الخليط كأننا بنصب كيكة بالظبط. هنسوي السطح كويس علشان لما تستوي العجة يبقى السطح بتاعها متساوي. وياريت يا جماعة لو هنستخدم صينية من الألومنيوم ياريت ندهنها كويس بالزيت ونرش القاع والجوانب بالدقيق كويس، علشان نضمن ان الوصفة مش هتلزق معانا في قاع الصينية. ودلوقتي وصفة النهاردة جاهزة اننا ندخلها الفرن. الفرن طبعا سخناه كويس، ودلوقتي هنظبط درجة الحرارة على 180. الوقت اللي حطيت فيه العجة في الفرن علشان تستوي غسلت شوية خس وبصل أخضر وجهزت مخلل، وكمان سخنت العيش في الفرن علشان يبقى جاهز معانا. وده منظر الصينية بعد ما طلعناها من الفرن. ما شاء الله لونها جميل جدا، وعاوزة اقول لكم الريحة بتاعتها تجنن. وعلشان نتأكد انها استوت كويس وهي في الفرن ممكن تستخدموا خلة او تستخدموا اعواد من الخشب. هتختبروها زي ما بنختبر الكيكة بالظبط. هتحطوها في النص، ولو لقيتوها ما طلعتش عجينة معاكم كده يبقى استوت. وكمان لازم نتأكد ان جوانب الصينية احمرت. لو السطح من فوق ما احمرش كويس معاكم ممكن تشغلوا الشواية لمدة دقيقتين مش اكتر، ونخلي بالنا علشان الوش ما يتحرقش معاكم. ودلوقتي هنبتدي نقطع الصينية. هنقطعها مربعات زي ما انتوا شايفين، وعدد القطع طبعا وحجمها تتحكموا فيه زي ما انتوا عاوزين. ودلوقتي طلعت لكم قطعة علشان تشوفوها معايا. ما شاء الله يا جماعة هشة جدا معايا، لونها جميل والريحة بتاعتها في منتهى الجمال. وبكده خلاص غدا النهاردة جاهز معانا، حاجة مشهية زي ما انتوا شايفين. وما شاء الله لون العجة روعة، حاجة تفتح النفس. أكلة اقتصادية ولذيذة في نفس الوقت، مش محتاجة حاجة جنبها تاني. أتمنى يكون فيديو النهاردة نال إعجابكم، وسامحوني علشان صوتي. ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة يا حبايبي، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.